ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لزوم الدفى، لزوم العزومات، لزوم المناسبات، لزوم الأفراح. يلا بينا هنعمل شوية محشي مع بعض كده. عزومات رمضان، عزومات الخطوبة كده والأفراح، بحاجة بخلطة كده وتسبيكة تحفة جدا جدا بتشه. والواحدة الشاطرة بتبان من خلطة المحشي بتاعتها. هنعمل مع بعض كده كمية طبعا، لأن كان ربنا يفرح العباد. كان في مناسبة وكمية محشي كبيرة جدا، فقالوا لي لازم تيجي تعملها لنا الخلطة بطريقتك بالمحشي اللي احنا بناكله عندك. فعملنا كده، جبنا حوالي 4 أو 5 كيلو من البصل. اللهم بارك، قشرناهم وغسلناهم طبعا كويس جدا جدا. ومعانا كده كام قرن فلفل أو حباية فلفل حسب ما بتسموه، اللي هو السوداني الأحمر ده. واللي هو الشطة اللي هو الطويل البلدي بتاعنا ده. وبنحط كده في الكبة تقطيع عشوائي خالص. وبنفضي ونفس ذات الكبة كده ما بنغسلهاش، ونعمل كل الكمية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تركة الفلفل اللي هو السبايس او سواء كان بارد. الشطة ده في الخلطة تحفة تحفة، بينقلها نقلة تانية خالص. ان شاء الله الخلطة لو مش عملتيها بالطريقة ديت هتشرفك كده وهتبقي مميزة بيها. اللهم بارك، تحفة. عملنا كل الكمية بالشكل ده. عملتها على اكتر من دفعة يعني كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فرمناها. اللهم بارك، خطيرة جدا جدا. وفرمناها على الفرم ده على حسب الكمية اللي يعني درجة البصل. انا عملتها متوسطة، يعني ما تعملهاش اللي هي يعني بوريه خالص، ولا تسيبيها خشنة زيادة عن اللزوم. لأن في ناس بتتضايق من البصل لو ظهر في الأكل. فاحنا بنعملها وسط بالشكل ده على ما بتتسبك. يعني بناخد فايدتها وطعمها وريحتها، وما بتبانش خالص كإحساس كده في الأكل. معايا هنا كمية من اللي هي المتسيحة، اللي هي بقوم عليها أنا كنت الفيديو اللي كنت عاملاه لكم. بديل السمنة البلدي. اللهم بارك. هو ازاي نحول الدهن لسمنة بلدي. خدت منه كمية كده، جربوها خطيرة. لو ما عندكيش وعندك قطعة ليا كده في الفريزر، قطعيها في الأول كده، خليها تسلي، وبعد كده حطي عليها معلقتين كده من السمنة البلدي لو متاحة. وشوية من الزيت. بيدي السمنة والبديل السمنة البلدي ده بيدي طعم جميل جدا جدا وريحة. والزيت بيدي لمعان كده للمحشي بتاعنا، وفرفرة كده للرز بتبقى خطيرة. حطيناهم مع بعض المادة الدهنية الكمية على حسب كمية المحشي اللي انت هتعمليها. وبعد كده حطيت كمية البصل، وحطيت كمية الصلصة عندي، سواء كانت طماطم مضروبة فريش، أو صلصة متفرزة عندك في الفريزر. طبعا هم يعني أنا فوجئت بيهم وهم جايين ياخدوني. فطبعا اضطريت ان هم، يعني لما قلت لهم ان انا هاجي اعملها جهزها يعني قبلها، فطلعناها من الفريزر كانت متجمده، مفيش مع اي مشاكل بالشكل ده. ازاي نعرف ان هي اتسبكت؟ ان هي تطلع الماده الدهنيه بتاعتنا على الوش بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا حبايبي. وبعد كده جهزنا الرز وسلقناه، البصل، لا اله الا الله، الكرنب وسلقناه بالشكل ده. وقورنا البدنجان وسلقنا ورق العنب. هنبدأ بقى نجهز الخلطة بتاعتنا. هنحط بقى التركة ديت يا حبايب قلبي، بتفرق 180 درجة. غسلنا الرز كويس جدا جدا، وضربنا كده كام بصلاية. ومعاهم قرن برضو من الفلفل السبايسي، لو بتحبوه، ما بتحبوش استبدلوه بالبارد. وضربناهم كويس جدا وضفناهم على الرز كده، ودعكناهم بشوية فلفل وشوية كمون وشوية ملح، زي المرتة كده بتاع البط، جميلة جدا جدا، بتفرق 180 درجة. وبعد كده حطينا التسبيكة بتاعتنا. الكمية بقى طبعا على حسب درجة الرز، انت بتحب الخلطة بتاعتك عاملة ازاي. انا بحب كده الصلصة فيها واضحة بالشكل اللي احنا شايفينه الجميل ده. وبعد كده حطيت الخضرة. الخضرة ديت فلفل وبقدونس وكزبرة. وبدأنا كده. طبعا كان الجماعة هم بقى مجهزين البدنجان، مقورينه، والكرنب سلقينه مقطعينه معانا بالشكل ده. وبرضو اللي كانوا مجهزين ورق العنب. اللهم بارك. هنبدأ نحشي كده، وهم طبعا دلوقتي بيوروكم ان هم طبعا بيحشوا ازاي. بتحشي حوالي تلتين البدنجانة، وبتسيبي تلت كده فاضي لزيادة الرز فيها. بالشكل ده حشينا حلة البدنجان، وبرضو كان في جزء تاني بيحشي الكرنب بالشكل ده يا حبايب قلبي. بتلفيها وحاولي ما تقفليش الأطراف. عشان في ناس كتير جدا جدا بتشتكي ان الكرنب ما بيستواش الرز فيه، عشان انت بتقفلي الاطراف عليه وبتكتميه جامد. لا، انت احشي لف لف عادي كده،
وسيب الاطراف مفتوحه، هيستوي والشوربه هتخش له كده من كل الجوانب وهيبقى ممتاز جدا. وهنا برضو اخدنا شويه من الخلطه، نفس ذات الخلطه، حطينا عليها شويه من دبس الرمان، اللهم بارك، بتفرق 180 درجه في ورق العنب. وبرضو بنحط كده، انا حطيت، لو انت عاوزه تحط فلفل وبصل وجزر وطماطم براحتك خالص. انا حطيت هنا العروق ديت، بتبقى تحفه ومزيزه كده جميله جدا جدا، مع شرايح من الليمون بس فقط لا غير، وجربيها هتدعي لي. وبدأنا كده نلف الورق العنب، واهم حاجه تلف الورق العنب الناحيه الخشنه هي اللي بتبقى فوق، بتحط عليها الرز، والناحيه والجهه اللي هي الناعمه بتبقى اللي هي الملساء ديت، بتبقى لبره، وبتبرمي كده كويس جدا جدا الاطراف ديت. لازم تقفلها كويس، لان ورق العنب زي ما احنا عارفين بيبقى له حروف كده ما بتبقاش مرغوب فيها لو سايبينها مش لافينها كويس. خلصنا كده حله البدنجان بالشكل ده على الفلفل، ولما بتحشي الفلفل وتحطيه في حله البدنجان بيديله نكهه ونفس خطير. بالشكل ده يا حبايبي هنبدا نزودوه على البوتاجاز بالشكل ده. وبتحشي حوالي نص، يعني بتزودي حوالي نص البدنجانيه بس من الشوربه. وحاولي كده وانتوا بتزودي الشوربه تحطي كده فوق كده في اخر البدنجانه والفلفل. لا اكيد الفيديو موضح بالشكل ده عشان كلها تغلي كده، والشوربه اللي فيها دي تغلي، وتبقى مستويه كلها وطعمها حلو بالشكل ده. واهم تريك، اهم تريك يا حبايبي، عشان ما تقلقوش من تسويه المحشي من وقت للتاني، تدوري الحله كده على كل الاتجاهات، لان احيانا بيبقى في اتجاه مش مظبوط على البوتاجاز او نار اتجاه اعلى من اتجاه. اما بتلففيها كده بتاخد التسويه من كل اتجاه. وبعد ما بتغلي تسيبها تغلي كده حوالي 10 دقايق على نار عالية. وبعد كده تهدي النار، يعني اللهم بارك، يعني هادية جدا جدا. كل ما بتهدي النار وتسيبيه على راحته المحشي بيزبد معاكي كده وبيستوي، يبقى تحفة تحفة. ما تقلقيش ان هو هيبقى ني ابدا. اللهم بارك. هنا هنزود حلة الورق العنب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وحاولي كده تاخدي الوش بتاع الشوربة الروعة ده على الوش. قطعت كده ليمونه، اللهم بارك، بتدي مزازه وطعم تحفه في ورق العنب، خطيره خطيره خطيره. وبالمناسبه يا حبايبي، على الباذنجان ممكن تفركي كده، تاخدي جزء من الخلطه وتحط كده شويه من النعناع الناشف، رائع جدا جدا في الباذنجان بالاخص يعني. هنا كده برضو كانوا خلصوا لف حله الكرنب، اللهم بارك بالشكل ده. وبنحاول بقدر المستطاع برضو ناخد الوش بتاع الشوربه، اللهم بارك. اللهم بارك، تحفة جدا جدا، بيدي المحشي كده طعم ولمعان رهيب. والكرنب بيبقى يكون الصابع الاولاني اللي هي الصفة اللي فوق ديت نصها باين من الشوربة كده، عشان تاخدي افضل تسوية وافضل نتيجة. عكس ورق العنب لازم يكون متغطي كويس جدا جدا، لان ورق العنب بياخد تسوية اكتر من ورق الكرنب. ورق الكرنب اليومين دول كده زبدة، سواء كنت برضو مخزناه في الشتاء والجو الجميل ده، او عندك جايباه فريش. اللهم بارك. شايفين يا حبايب قلبي من وقت للتاني بنكشفها كده نبص عليها، ومهديين النار كويس جدا جدا عشان تتشرب على الهادي. ونلف كده الحله من كل اتجاه. هنا كده يا حبايبي اللهم بارك اللهم بارك، كل المحشي معانا استوى تماما. ابدا اشيل كده شرايح الليمون عشان هيقدموا بقى كده لضيوفهم في مناسبه. ربنا يفرح العباد ويسعد الجميع، اللهم امين يا رب. ابدا كده اشيل شرايح الليمون. والله وانا بشيل شرايح الليمون بيقول لي سيبيها تحفه، قالوا ريحتها خطيره. ان شاء الله ان شاء الله هتجربيه بالجمال ده، وكله زي الزبده. طبعا دقوه كانوا هيتجننوا على جمال خلطته وريحه قلب الدنيا. اللهم بارك اللهم بارك، خطير. وقالوا كده احنا لازم نتجمع على الاكل القمر ديت. غرفنا في الصواني العشاء الكبيره دي، غرفنا بقى كده يعني في كل اتجاه نوع من المحشي مشكل كده، اللهم بارك. الكرنب ورق العنب والفلفل والبدنجان، روعة جدا جدا، ريحة وطعم. ان شاء الله تجربيه بطريقتي بأمر الله هتدعي لي. تحفة يا حبايب قلبي، هيشرفك في كل المناسبات ان شاء الله. ان شاء الله هيطلبوه منك وهيسألوك على طريقة الخلطة بالشكل ده. وهنا ده طبعا كنا مقدمين بقى، ده اللي انا حطيته، يعني اللي انا استأذنتهم ان انا احط معاه الفراخ البلدي الروعة الجميلة ديت، اللي هي العتاقي، اللي هي مخلصة بيض، تحفة. شربتها اللهم بارك احلى من البط. ان شاء الله تجربيه واستنى رايك في الكومنتات. عليكم ورحمة الله وبركاته. اللايك يا حبايب قلبي، بالله عليكم ما تنسوا اللايك.